السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم إخواني بالخيرات والمسرات في هذا اليوم الطيب اللي هو يوم الخميس. فأمس الله يحفظكم أخذت المنتجات كعادتي، ولكن بعض الإخوة ربما أنه لا يستسيغ طعم الأسبرلينة. طبعا نحن نقول للناس سواء ما تستصيغ الطعم أو استصغته لا تفرط في هذا أبدا. هذه بروتينات ما شاء الله تبارك الله، غذاء كامل متكامل لجسم الإنسان. وخاصة أنا أؤكد على أخواتي النساء أن لا يفرطوا بهذا لا في ليل ولا في نهار، لا في الحضر ولا في السفر، لا في الصحة ولا في حال المرض. والله فيها الخير والبركة، ومن استخدمها وأدخلها في أسرته شعر بالفرق. ذلك الخمول وذلك الكسل وعدم التركيز عند الأولاد، عند النساء، خاصة المرأة لما تحمل، والمرأة لما ترضع، والمرأة لما تأتيها الدورة الشهرية، والمرأة مع عملها في البيت ومع المشقة اللي تواجهها في المطبخ. هذا هو علاج لها. ما نقول علاج، لكن نقول هذا حل وعلاج لمشكلتها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الأسبرلينة أو الطحالب البحرية. لكن الإشكالية يا أخوان، إشكالية أن بعض الناس لا يقبل الطعم الذي متواجد فيها، وهذا شيء طبيعي. يعني في أشياء كثيرة هي مفيدة لجسم الإنسان وصحة الإنسان، ولكن لا يستطيع عليها. هذا العصير المورينزي الآن تراه بهذا التخمير، بهذا الوضع رائع ولذيذ وما شاء الله تبارك الله. لكن الفاكهة نفسها، الفاكهة لو تأخذها وتريد طعمها مزعج جدا وغير مقبول، لكنها رائعة جدا للباطنية، لصحة الإنسان يشكو من القولون، أنزيمات، نقص في الإنزيمات، عنده مشاكل بواسير، ما شاء الله تبارك الله. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وعليه فأقول بارك الله فيكم. أمس أردت أن أخذ المثلث هذا الذهبي، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى أخذت المكمل، لكن قلت لماذا لا أضيف فوق عليه شيء يعطي طعم ممتاز. فالحمد لله بشركم وجدت شيء، وإن شاء الله أنه يناسبكم. وهذه الطريقة دائما احنا نقول ونثني على إخواننا في جهة عمان، ما شاء الله تبارك الله، دائم هم أصحاب مواهب وأصحاب أفكار وأصحاب تجديد ما شاء الله تبارك الله، لأنه هؤلاء ركزوا على قضية المنتجات وعلى استخدامها، لم يذهبوا يمين ويسار، ولكن على أنها مكملات غذائية وأن تستهلكها وتستفيد منها. فدايم تجد أن عندهم ما شاء الله تبارك الله خلطات وعصيرات من نفس المنتجات. هذا خير وبركة. وعليها أقول لكم يعني بالأمس أخذت المنتجات، ولكن قلت خليني أجرب. فأنا الآن يعني بأريكم كيف الشيء اللي استخدمته بالأمس وأعجبني حقيقة، وإن شاء الله أنه يذهب بعض الإخوة عدم استساغة طعم الأسبرلينة. فالآن هذا الفطر الريشي، طبعا أنا الآن أخذ أكثر من ملعقة، يعني الحمد لله لي سنتين وأنا أستخدم المنتجات، اللهم لك الحمد، قولوا ما شاء الله تبارك الله. فما عندي مشكلة أضع أكثر من ملعقة، ما في أي إشكالية. شوف الآن أنا الحمد لله ممكن أحط لي 5 ملاعق وصغيرة وأنا مرتاح، اللهم لك الحمد والشكر. هذا الفطر الريشي الحمد لله يعني وصل يعني قبل أيام بسيطة. هذه هي صاحبتنا وأختنا الأسبرلينة. يكفي ملعقة واحدة ما شاء الله تبارك الله يعني، ولو أردت مثلا ضع لك ملعقة ثانية أو ثالثة ما في أي إشكالية. طيب، المهم يا إخوة، لأن البودرة حتى أول شيء هي متوفرة في فروع الشركة خاصة عندنا في المملكة، وسعرها مقبول، يعني ب86 بالعضوية سعرها مقبول جدا. الحبوب يعني قد تكون غالية على الناس، يعني 250 ريال إلى 230، غالية كثير لما يأتون بها الأخوة طيب انتهينا. الآن وضعنا الفطر الريشي ووضعنا الأسبرلينة، وهذا الآن أيضا العصير المورينزي. أنا الآن أضع الشيء اللي يناسبني دائما باستمرار الحمد لله. المهم الحمد لله يا أخوة، والله أمس قلت خلينا أجرب. أخونا وصاحبنا عفوا الكردباين، عصير الأناناس، وقلت يا أخي خلينا أضع عليه، والحمد لله بشركم والله وضعت جزء كذا هكذا يعني بسيط.
طيب، وجدت الطعم ما شاء الله تبارك الله. ممكن تضع أيضا الكركديه. فوضعته الحمد لله على هذا المثلث الذهبي، ورجيته الحمد لله كثير. ما شاء الله تبارك الله. من رأى شيء يعجبه يا أخوان فليقول ما شاء الله. بسم الله. أنا أقول يا أخوة اللهم لك الحمد والشكر. أنا والله لا أخفيكم أني أعاني يعني مثلكم يعني بعض الأحيان من طعم الطحالب البحرية. هذا يعني الناس الحمد لله يعني بعض الناس يقبل وبعض الناس ما يقبل، بعض الناس يتصبر عليها. لكن أنا والله حمدت الله سبحانه وتعالى بالأمس عندما جاءتني هذه الفكرة ووضعتها على هذا، فوجدت الطعم رائع جدا جدا الحمد لله. أنا أقول بارك الله فيكم أنها أنهت هذه المشكلة. أسأل الله عز وجل يا إخوان أن يكون في هذا فائدة لكم وبإذن الله سبحانه وتعالى. سامحونا أن تأخرنا عليكم في قضية بعض الفيديوهات، ولكن امتحانات واختبارات الأولاد ورمضان على الأبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك. وأنصحكم يا إخوة بارك الله فيكم أن تجعلوا هذا أساسي معكم في رمضان. العصيرات هذه إخوة الآن ترونها أمامي، اللي هو الكردباين والكركديه وغيرها، دايم تضعونها على نصف موية زي هذه صغيرة، تعبوا لكم 4-5، تضعوها في الثلاجة باردة، تشربونها عصير يعطيكم طاقة، تصلون إن شاء الله، تصومون أنتم في طاقة، تصلون عبادتكم ومعكم الطاقة ما شاء الله تبارك الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، ويوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.